ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يا رب الفيديوهات اللي بقدمها ليكي تكون بتعجبك واقدر افيدك ولو بمعلومة او بفكرة بسيطة تدعي لي بسببها. النهاردة حالة حلو جدا، يعني بسيط و اقتصادي وحلو جدا وخفيف وطعمه زي العسل. هنعمل الجاتوهات دي او الكيكة دي والمهلبية بطعم الكراميل. حاجة كده لذيذة جدا، ان شاء الله تجربيها وتعجبك. يلا لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، ولو مشتركة معي قبل كده اعملي لي لايك وقولي لي رأيك في الوصفات اللي بقدمها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض ونشوف المكونات والمقادير. اول حاجة طبعا كلنا عارفين ان اول ما بنبدأ بالكيكة لازم نشغل الفرن، بس دي فرن هادية المرة دي، درجة حرارة كده ايه 180 170. هنيجي بقى لمكونات الكيكة، بسيطة جدا وما فيهاش بيض كتير. هي بيضة واحدة بس وعلبة زبادي وكوباية من اللبن ونص كوباية من الزيت ونص كوباية من السكر وكوبايتين من الدقيق بما فيهم الكاكاو. يعني الكاكاو انا ما حطيتوش فوق كوبايتين الدقيق، لا حشت معلقة من الدقيق وحطيت مكانها معلقة من الكاكاو مع معلقة كده من البيكنج باودر. هتمسكي البولة بتاعتك، الكيكة مش محتاجة اي حاجة خالص، هو المضرب اليدوي زي كده والبيضة مع السكر، وتضربي كويس جدا لحد ما تلاحظي كده ان اللون بقى فاتح والقوام، السكر داب معاكي والكلام ده كله. هتنزلي بقى بباكو او علبة الزبادي، علبة زبادي صغيرة، وبعدين هتضربي شوية وبعدين بالزيت وتقلبي بالشكل ده. كوبايتين الدقيق هنحطهم بالتبادل مع كوباية اللبن، يعني احنا حطينا شوية لبن في الأول وهحط نص كمية الدقيق وهقلب وبعدين أرجع أحط لبن تاني وهكمل أو هحط الدفعة التانية من الدقيق، وإيه آخر حاجة هتكون السوائل. كوباية اللبن كانت دافية شوية الصراحة. انا قلت كويس برضو ان هي دافية. عايزة اقولك ان ممكن عادي تعملي الكيكة او ديسك الكيكة بلبن يكون دافي شوية مش مغلي. آه الكيكة هتطلع طرية معاكي، اللبن الدافي بيخلي الكيكة طرية جدا وهشة وفي نفس الوقت ناعمة كده، مش بتحتاجي انك انت تسقيها لبن بعد كده. انا كده كده كنت غالية لبن عشان اكمل بقية الوصفة فاستخدمت الكوباية كانت دافية شوية. انت ممكن عادي تستخدميها بدرجة حرارة الغرفة مفيش مشكلة. هتيجي تقلبي كويس جدا زي ما انت شفت كده. ومعايا الصاج بتاعي، آه كان الحجم بتاعه 30 في 40 تقريبا. وايه وهتنزلي بقى بخليط الكيكة في الصاج بتاعك. هتوزعي الخليط كويس جدا في الصاج، وتوصلي كده الخليط للحوافي علشان ما يبقاش فيه حتة فيها كيك او سمكها عالي وحتة سمكها رفيع. زي ما انت شايفة كده درجة الحرارة زي ما قلتلك، عايزة اقولك ان هي مش بتاخد اي وقت في الفرن، هي 10 دقايق. وبعد 10 دقايق افتحي عليها كده بالراحة وشوفيها استوت او في يعني من النص، او محتاجة وقت كمان ممكن تاخد ايه دقيقتين 3 كمان. هنيجي بقى في الوقت اللي هي بتستوي فيه هنكون نجهز ايه الحاجات بتاعة الكيكة. اول حاجة هعمل الكراميل زي ما انت شايفة كده، الطاسة بتاعتك وتكون فاتحة، بلاش تختاري طاسة غامقة عشان تشوفي لون الكراميل. وتنزلي بكوباية السكر في النص، ما تجيش عندها ولا تقلبي خالص غير لما تلاقي السكر داب معاكي او علية السكر كلها دابت ولون الكراميل كده ظهر من الجوانب، فانت تقلبي علشان الكراميل ما يتحرقش معاكي. مع التقليب المستمر بالشكل ده بقية السكر هتاخد الحرارة وهتسيح معاكي وهيتكون معاكي الكراميل عادي خالص بكل سهولة، ولا هيسكر منك ولا أي حاجة. هتجيبي بقى كوباية من اللبن سخنة علشان الكراميل يسيح معاكي بسرعة، وتنزلي بقى على الكراميل بالشكل ده. مع التقليب المستمر هتلاقي الكراميل ساح معاكي والدنيا بقت تمام وزي الفل. عايزه اقولك ان انت ممكن تحطي مكعب زبده، بس انا الصراحه ما حطتش، انا كنت بستخدم لبن جاموسي كامل الدسم، فالوش كله خدته حطيته عملت بيه الكراميل. فقلت ملهاش لازمه حته الزبده، هو كده كده اللبن دسم وحلو جدا.
هتفضلي وراه لحد ما يسيح بالشكل ده. عايزه اقولك ان كوبايه اللبن كانت فيها معلقه من النشا، واحتجت كمان على كوبايه اللبن نص كوبايه ميه كمان، لحد ما اداني قوام كده كراميل اللي انت شفتيه معايا. هنيجي بقى نعمل المهلبية. معاكي 5 كوبايات من اللبن، وهتحط عليهم 5 معالق من النشا و5 معالق او اقل من السكر، طبعا التحلية على حسب راحتك. وهتحطي شوية من الكراميل بالشكل ده. بدل ما هتعملي مهلبية عادية او كريمة عادية، هتعملي كريمة بطعم الكراميل، حاجة كده تحفة وحلوة جدا. وهتربطي خليط المهلبية عادي بالطريقة العادية زي ما كلنا بنعمل المهلبية. هتيجي أهم خطوة، لازم الكيكة تكون بردت تماما، علشان لو الخليط سخن وحطيتي الكيكة دافية هتعجن منك، لأن هي هشة جدا وطرية خفيفة جدا، يعني بطريقة أو بصورة ما تتخيلهاش. فانتي الكيكة أو ديسك الكيكة يكون بارد معاكي، والكريمة زي كده اتعملت، بقت لونها كده اوف وايت زي ما قلتلك من الكراميل، وطعمها بقى تحفة. طعم الكراميل حاجة كده تحفة. وهتيجي تنزلي بقى بالكريمة بالشكل ده وتسويها في الصاج، علشان برضو ما يكونش فيه مكان يعني منخفض ومكان عالي. اول ما تبرد معاكي شوية وتكون كده قشرة على السطح، هي هتهدى يعني على طول في حدود ممكن نص ساعة او حاجة. هيكون طبعا الكراميل مسك معاكي وجمد، فانت برضو هتدفيه على نار، بس برضو يعني تخلي درجة حرارته مش سخنة قوي. اول بس ما هيشم النار كده هتلاقيه ساح وبقى معاكي بالشكل ده، علشان بس نقدر نفرده على سطح الكيكة بالشكل ده زي ما انت شايفة كده. وافردي بقى الكراميل قبل ما يسقع منك تاني. حاجة كده في منتهى الجمال. تحفة الكيكة دي، تحفة وحلوة جدا، طعمها حلو جدا، لازم لازم تجربيها. عايزة اقولك ان هي كان ابني احتفال او عاملين حفلة في الفصل عشان المتر، ويقول لي يا ماما عايزة اجيب جاتو. صاحبي ده مش عارفة صاحبي ايه هيجيب تورته، وصاحبي ده مش عارفة هيجيب ايه، وانا هجيب جاتو. قلت له لا، جاتو مين؟ جاتو مين ده؟ انا هعمل لك حاجة احلى من الجاتو. ويعني فعلا حلوة جدا، وحبها جدا، واصحابه كمان حبوها، والمسات حبوها جدا. فانتي اعمليها والله وعلى ضمانتي. حاجة في منتهى الجمال، طعمها حلو جدا وخفيفة، ما تشبعيش من الاكل منها. سكرها مظبوط بدرجة فظيعة، مفيش حاجة زايدة عن حاجة، او حتى صوص الكراميل طعمه مش مسكر قوي. شايفين بقى يا بنات؟ بعد ما بردت تماما انت عادي هتسيبيها في المطبخ، بس غطيها شوية بعد ما تهدى. طرية جدا، هشة جدا، ما تخافيش، مش هتنشف الكيكة ولا اي حاجة. وحاجة كده روعة. عايزة اقولك ان هي بتعمل كمية رهيبة، يعني انا عملت لي 30 قطعة بالشكل ده. فانتي ممكن تقطعيها كمان صغير عن كده ويطلع معاكي قطع كتيرة. يعني لو احتفال بقى، عيد ميلاد او حاجة، مش لازم اللي هو تعملي تورتة او تجيبي تورتة. آه كفاية ان حاجة بسيطة زي كده حلوة في نفس الوقت وشيك، وتعتبر جاتوهات كده صغيرة، او جاتوهات سواريه، او ميني جاتو. حاجة كده في منتهى اللذاذة. شايفين شكلها حلو جدا، متناسقة مع بعض. الديسك بتاع الكيكة نفس حجم الكريمة، مفيش حاجة أعلى من التاني، فحاجة كده لذيذة. بس بقى يا ست الكل، وهتقدميها وتزينيها بأي تزيين بسيط عندك. أنا شوية جوز هند كده حطيتها على الوش بالشكل ده. ممكن انت شوية مكسرات ما مفرومة كويس يعني، وتعملي تزيني بيها، فبراحتك. تعالي بقى شوفي الكيكة، الطراوة اللي هي فيها والهشاشة، حاجة كده في منتهى الجمال، تحفة جدا وهشة وخفيفة ولذيذة. والكريمة طعمها حلو جدا، طعم الكريمة يعني الكريمة بطعم الكراميل روعة. لازم لازم تجربي الوصفة دي. حلوة ولذيذة وموفرة، وعلى الكمية اللي هي ادتهاني تعتبر مكوناتها بسيطة ومش غالية. آه، مش عارفة اقولي الصراحة تاني. يا رب تجربي الوصفة وتعجبك، وابقوا قولي لي رأيك في الكومنتات، واستنوني في وصفات جديدة. باي باي.